بنسمع كتير جدا عن منطقة اسمها في العاصمة الإدارية الجديدة الحي الإداري. الحي الإداري من المناطق المميزة للاستثمار في القطاع الإداري بأسعار تنافسية جدا. يعني هي منطقة بتجمع من مميزات الحي المالي والأسعار اللي لسه بدائية اللي موجودة في الداون تاون. فأنت بدل ما تروح منطقة معينة في الداون تاون تجيب فيها مكاتب إدارية في مبنى مش أفضل حاجة، او في نفس الوقت مش قادر تروح في الحي المالي او في الابراج او في منطقه الام يو 7 تجيب في الطورات الكبيره والبادجت بتاعتك اقل من 3 مليون، الحي الاداري من اميز المناطق اللي تقدر تشتري فيها. مع حضرتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، وفي الفيديو ده هتكلم بالخصوص عن منطقه اسمها منطقه الحي الاداري. الحي الاداري هو عباره عن 17 فدان فيه 16 قطعه ارض مخصصه اداري بالكامل. التراخيص طالعه هناك 8 ادوار فقط، والبنى على نسبه 30%. في 3 شركات فاتحين هناك، شركه اسمها لوكيشن، وشركه اسمها بابلون، وشركه اسمها كلوك تاور. ال3 مشاريع دول واخدين قطع اراضي صف اول قدام البرلمان مباشره على رود 11. من مميزات المنطقه دي ان هي فيها التخصص اللي موجود في الحي المالي، فانت خدت التخصص، والمبنى لما بيبقى متخصص جريد المبنى ومستوى المبنى في المستقبل والايجارات في المستقبل بتبقى اكتر من المباني اللي هي بتبقى ميكسد يوز على سكيل صغير. مش بتكلم على التاور اللي موجود في الابراج السياحيه او اللي موجود في منطقه الام يو 7. لما بتبقى قطع الاراضي صغيره فانت بتطلع مبنى ما بيبقاش خدماته كتيره من اسانسيرات وتوزيع الكومن شيرز بشكل عام بتبقى اقل. فالمنطقة الحي الإداري ما يميزها إن هي بتجمع المميزات الموجودة في الحي المالي، زي الندرة، زي التخصص، زي هيسلم أسرع، زي الإيجار هيبقى أسرع، مع اللوكيشن. اللوكيشن بتاعهم على رود 11، محطة المونوريل اللي قريبة جدا منهم بتعدي من جنبهم، مشيخة الأزهر جنبهم، بالإضافة إلى مسجد مصر اللي تم افتتاحه في ظهرهم، الفنون، مركز الفنون والموضة موجودة في ظهرهم، بالإضافة إلى أن أنت قدام هيئة الرقابة الإدارية ومدينة العدالة والبرلمان. الحي الإداري من أميز المناطق اللي بعد الحي المالي اللي أنا بنصح حضرتك إنك تشتري فيها. بالإضافة إلى المميزات اللي موجودة في الحي المالي، أيضا عندك مميزات تانية موجودة، إن الأسعار عندهم مازال بيبيعوا بأسعار من أول 1,800,000 1,900,000، يعني متوسط 2 مليون جنيه تقدر تجيب مكتب من 30 ل 40 متر وتستثمره، ومتوسط الإيجار طبقا لآخر إحصائيات موجودة بعد 3 سنين هيبقى من 600 ل 800. لو حضراتكم عايزين تستفسروا عن الإجراءات الخاصة باختيار الوحدات أو حجز الوحدات اللي موجودة في منطقة الحي الإداري، تقدروا تتواصلوا على الأرقام اللي قدامكم. شكرا.